وقع انفجاران كبيران باحد الفنادق الذي تقيم فيه نخبه القضاه المشرفين على العمليه الانتخابيه في شمال سيناء بمدينه العريش، وهو فندق شهير يطل على شاطئ البحر الابيض المتوسط بدائره قسم ثاني العريش. تعرض هذا الفندق اليوم لهجوم مزدوج من قبل تنظيم انصار بيت المقدس ردا على نجاح العمليه الانتخابيه في شمال سيناء. الهجوم الاول وقع بسياره مفخخه امام الباب الرئيسي من الفندق، وانفجرت السياره بعدما تعاملت معها القوات المسلحه، واسفر الانفجار الاول عن مقتل انتحاري واستشهاد امين شرطه وشرطي ومواطن من المقيمين امام الفندق، واصيب 10 جنود ومدنيين. اما الانفجار الثاني وقع بعد تسلل بعض العناصر المسلحه من الناحيه الخلفيه للفندق من ناحيه البحر، من ناحيه شاطئ البحر، وتمكن انتحاري من الوصول الى مطعم الفندق وتفجير نفسه بحزام نافذ، واخر مسلح اخر قام باطلاق النار على القضاه حتى استشهد المستشار عمر محمد حماد 38 عام، واصيب 2 اخرين من المستشارين تم نقلهم الى المستشفى العسكري بالعريش. طبعا التقارير الاوليه اشارت الى ان السياره المفخخه الهونداي الفيرنا كانت تحمل اكثر من 2 طن من المتفجرات، والادله الجنائيه الان تتحفظ على راس الانتحاري الذي فجر نفسه في مطعم الفندق، وملامح راس جسده واضحه تماما، وتقوم اجهزه الاستخبارات باستدعاء المشايخ وشهود وبعض العناصر في محاوله للتعرف على العنصر الانتحاري الذي فجر نفسه، وتم التحفظ على راس جثته سليمه.